كل عام وانتم بخير. اهلا بكم. أي فطر حضرتك سعيد بالصحة والسلامة. على الأسرة. تحدثنا عن بعض الإيجابيات مع أدهم. في أي مشاكل تواجه المراسل أو الصحفي بشكل عام في انفوجرات من نمسا ميديا؟ في الأول نقول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر 1445 لكل الأمة الإسلامية من مقر النمسا ميديا انفوجرات. بنهديهم أجمل المنى وأرق التحيات بقول كده. بالنسبة لسؤال حضرتك، هي مش بالضبط سلبيات بنواجهها، بس بيبقى اختلاف في الثقافة، في الكولتور. ممكن احنا بنقدم بطريقة معينة، الناس ما بتستوعبش اللي احنا بنقدمه بالطريقة اللي احنا لازم نقدمها حسب المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمع النمساوي. الثقافات التانية اللي جاية من خارج دولة النمسا بياخدوها بطريقة سلبية شوية، بس احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتواصل بحيث نوصل لنقطة تواصل بينهم وبين بعضينا، ان احنا نقدم لهم الفكرة صح. كلام جميل. سؤال جريء، هل تقرأي بشكل يومي infograd.com؟ ده شيء طبيعي. انا ما اعرفش الاخبار الا من عندها، يعني خبر عاجل لازم ده انفوجرات هي اللي بتنزلها. الاخبار اللي بتبقى لسه متشيره بدقيقه احنا اللي صانعين الخبر. انفوجرات هي اللي بتصنع الخبر وهي اللي بتقدمه بطريقه للجاليه العربيه اللي ممكن يكون الامكانيات اللغويه مش متاحة ليها. طبعا هم بيكونوا بياخدوا كورسات وكده، بس ما وصلوش ان هم يفهموا مثلا المقال نازل في الوكالات النمساوية ازاي يترجموها او كده. حتى ترجمة الجوجل برضك ما بتديش المعنى الصحيح. فالحمد لله انفوجرات ادتهم الخدمة دي وببلاش زي ما بيقولوا. احنا بنقدم لهم خدمة. نتمنى كلنا ان احنا نكون حققنا لهم مطالبهم في ان هم يعرفوا اخبار النمسا بالعربي. اكيد. جميل جدا. نحن شفناكي الفترة الماضية بعد غياب طويل. كيف شايفة العودة الى التقديم والى امام الكاميرا؟ الحمد لله كانت عودة مشرفة جدا. ان انا قدمت في رمضان برنامج ديني. يعني يعتبر ان نمسا ميديا هي اللي كانت لها السبق فيه ان البرنامجين دول ممكن يشيروا مدى الحياة زي ما بيقولوا، لأن هم بيتكلموا عن حاجة لا خلاف فيها، اللي هي زكاة الفطر. دي كل رمضان بيدور حواليها حديث الجالية بتبقى عاوزاها، رغم ان احنا كلنا مسلمين وعارفين ازاي الزكاة، بس بيجي علينا الوقت بننسى جزئيات معينة. المقدار فدوت يعتبر ملف كويس جدا ان هو يشير كل سنه. بردك بالنسبه لاولياء الامور واولادهم اللي بيصوموا في رمضان، دي بردك بتتكرر. يعني ما معناه ان النمسا انفوجرات قدمت حاجه مش هتختفي مع الوقت، بل بالعكس ان هي الحاجه دي رغم ان هي قديمه الا ان هي مستمر. فالحمد لله ان الاستاذ احمد مراد ادانا الفرصه ديت ان احنا نقدم حاجه مشرفه للجمهور والجاليه العربيه بصفه عامه. شكرا جزيلا. نتمنى لك دوام التقدم والنجاح دائما، وبانتظار اطلالاتك المستمره على الشاشه. شكرا.